بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية لكم محبي متابعي قناة كل العرب لتربية النحل على اليوتيوب، إخواني وأصدقائي في جروب أسرار النحل على الواتساب. ربي يسعدكم ويرزقكم ويعطيكم ما تتمنون. أمنياتي لكم دوم إن شاء الله بدوام الصحة والعافية والموفقية والرزق الوفير. ربي يبعد عنكم الغلاء والوباء، اللهم آمين آمين آمين. الخلايا أو السلالات الشرسة كثير ناس ما تحبها، ويعني ما تقدر تتعامل معها بسبب شراستها، لكن هو لو يعلم مدى يعني جاهزية وقوتها ويعني عملها وإدائها للخلية الشرسة كان الكل جنتها. طبعا تحتاج مكان بعيد، تحتاج مكان ما يكون مأهول بالسكان، كثير هاي المواضيع. شوف هذا الإطار كله عسل. هاي الخلية من النوع اللي تستقبلني بالبساطة الأحمر وسلام خوذ. بسم الله ما شاء الله. هذا الإطار الثاني، هذا الإطار الثالث. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هاي الخلية الشرسة، النحل الشرس. هذا حضنه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، أحسن الخالقين ما شاء الله. اللهم زيد وبارك يا ربي، اللهم أعطهم مثل ما يتمنون لنا، وارزقنا وارزقهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا الخلية الشرسة، النحل الشرس، قوة النحل الشرس. عسل، حبوب لقاح، إطارين وبيوض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بالمناسبة هاي أرضية الصندوق. لاحظ أرضية الصندوق اللي التركية احنا اللي نسميها، لاحظها. راح أشوفك من تحت أرضية الصندوق شلون صايرة، كمية الرطوبة اللي تخلصت من عندها هاي الخلية. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كل ما كانت الخلية شرسة كل ما كانت جماعة للعسل. هاي الخلية الشرسة، هاي عملها وأدائها. ولاحظ لي كمية الرطوبة والماء. شوف هذا مي، هذا مي. شوف كمية الرطوبة، هذا مي. هذا المي كان كله بداخل الخلية لولا عندي فتحة سفلية أو هاي الخلية. المهم كمية الرطوبة كلش عالية بداخل الخلية. الخلية تشتغل، تعمل وفق ما تحتاجه وما يلبي يعني طموح الطائفة. النحل الشرس هو ليس نحل سيء على الإطلاق، بالعكس من أفضل أنواع النحل، لكن صعوبة أو شراسته تخلي الناس ما تستهوي وتخلي الناس ما تحبه، ويريد مكان يعني بعيد ويريد له فن في التعامل معه. فبما أنه الناس ما تحب النحل الشرس، تحب النحل الهادئ، عليه أن يعرف صفات النحل الشرس وصفات النحل الهادئ، كيف الشرس مقاوم للأمراض وكيف جمع للعسل وحضنة قوية. وما أريد أترك الخلية مفتوحة حتى ما تبرد الخلية. فأخواني بالنسبة لشراسة النحل، احنا كنا نعرف النحل يصير شرس خلال الأشهر اللي ما بها مرعى، وخلال الأشهر بالانطلاقة قد ما يكون في بيض ويرقات، ويبدي النحل يستهلك العسل، ويبدي النحل يعمل ويشتغل.
فاللي حبيت اشوف لكم اياه انه ترى الشرس هو ليس نوعية سيئة، وإنما نوعية جيدة جدا، ولكن للناس فيما يعشقون مذاهب، وأني واحد من عشاق النحل الشرس. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوم إن شاء الله الصحة والعافية والموفقية والرزق الوفير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.